والمشاكل الداخلية يعني تضاعفت نفس الشيء وأصبحت أسوأ. نعم، لأن الوضع الاجتماعي والغليان وعدم الرضا وعدم القبول للأسف الشديد أصبح لا يطاق. الناس ولات ما نخدمش، خويا ما نسينيش. أنا نعطيكم حاجة قلتها ونعاود نقولها. أيمن بن عبد الرحمن لماذا أقيل؟ من حقنا نسأله لماذا أقيل الوزير الأول أيمن عبد الرحمن؟ أقيل، ماهوش الحكومة أقيلت، لا، أقيل شخص الوزير الأول أيمن عبد الرحمن. لماذا؟ لأنه أيمن عبد الرحمن قال ما نسينيش. قالوا مشني؟ قالوا ما نسينيش. واش ما تسينيش؟ قالوا ما نسينيش انا هاد لي زافنو هذا يجيب لي انا افنو سيني ما نسينيش. قالوا مش حاب ندخل الحبس، مازالني صغير. وسيفري أيمن عبد الرحمن في عمره 58 سنة مازالو صغير وطموح وعنده كما يقول لك الناس السيد مازالو جاي للدنيا، يروح يسيني وبعد كيعشي في الحبس كما الجماعة اللي يسينيها. وقال له ما نسينيش. قالوا له مالك باقي على خيرك ما تسينيش نحاول. قال له ما نسينيش لأنه كاين أمور مانيش مقتنع بها أون طونكو جيستيونير متخصص في الفينونس. قال لهم أمور هذه ما نسينيهاش. نعم، لماذا ما يسينيش؟ لأنه شاف اللي قبلوا السينيا ودخلوا الحبس. لأنه لو كان ما دخلش الحبس ما يخافش، يقول لك عنده ثقة في الدولة تاعو. الرئيس قال له سيني. ولكن لما شاف كاين وزراء راهم مرميين في الحبس، رشاو في الحبس، وزراء وولات ومدراء ما هي تهمتهم وما هو ذنبهم؟ ذنبهم أنهم سينياو بالتليفون جاهم أمر سيني، خلصوها غالية، راهم مرميين في الحبس. إذا الآن أي واحد تقول له سيني يقول لك ما نسينيش، أعطيها لي باريكري. والمسؤول ما يعطيهولوش باريكري، نفس الشيء، لأنه يخاف، هو في روحه يخاف. ما رئيس الجمهورية في روحه تبون ما يمدهاش باريكري إلا إذا كانت قانونية 100%. أما إذا كان فيها شوي لوش يحاول يلصق فيه الموز. قال امضيها، قال ما نمضيش، تحب تنحيني ولكن ما ندخلش الحبس. لذلك ما تقولش دخلني الحبس لاني ما مضيتش. مانيش عسكري تقول لي ما طبقتش الاوامر. انا سياسي مدني، قلت لي سيني ما نسينيش نحيني. اذا الوزير الاول ايمن عبد الرحمن اقيل من منصبه لانه رفض الامضاء على بعض الملفات وبعض الوثائق. نعم، هذه الحقيقه. هذه الحقيقة. أنا لما كنت نقول وما زلت نقول باللي من مصلحة الدولة الجزائرية ومن مصلحة الرئيس تبون أنه يعيد النظر في هذه القرارات الفوضوية الارتجالية الانتحارية التي تم اتخاذها في ظروف استثنائية من قبل مسؤولين فاشلين أو أغبياء أو جهلة أو خونة. نعم، من قبل مسؤولين جهلة أغبياء فاشلين أو خونة، وبالواحد نعطيهم لكم، تحبون نعطيهم لكم جبناء. كاين مسؤولين جبناء سيني، كاين مسؤولين جهلة مساكن أغبياء جوسكوبو طبع جوسكوبو، كاين مسؤولين خونة وسيني وجماعته وقرمات بنويره وجماعه خونه كانوا يفكروا في مصالحهم. ابني ار بلس 5 دير لوتيرات دي كدا، حول الاموال كدا لي زافير لدبي لفرنسا كدا من هنا، ادي شركه في تلمسان استحوذ عليها، دير كدا. كانوا يعتقدون انهم خالدون. هاهم اولادهم ونساهم شتين في الخارج مرميين وهما في الحباس راشين، والبلاد راحت في كيل الزيت ورانا في النازعات غاقل. واحد مربح. الآن من مصلحة الدولة الجزائرية ومن مصلحة تبون شخصيا إعادة النظر في هذه القرارات الفوضوية الارتجالية الانتحارية الهيدروكربونية، لأنه القرارات والله كلاهم بوبي. يروح تبون راحت، لأنه راح بوتفليقة راح تبون راحوا، معناتها احنا نقعدوا غير نصرفوا الدراهم. شنو فيلم خد اخر يسموه فيلم احمد باي، صرفوا عليه 6 مليون دولار
اللي هي ليكيفالون تاع 60 مليار سنتيم. وين راه احمد باي؟ سمعت قالوا صوروه وكملوه راهو في التحميض راهم يحمضوا فيه ويخمروا فيه. فيلم وراه فيلم احمد باي مانيش عارف. كاين فيلم اخر اخر اسمه العربي بالمهيدي 112 مليار سنتيم، ما يعادل تقريبا 10 مليون دولار. 10 مليون دولار صرفت على فيلم العربي بالمهيدي، بناو له مدينه وكذا وطوموبيلات وكذا وسينما. الفيلم الكمل انا شفته، فيلم شفت منه لقطات، لكن وراه الفيلم هل تم عرضه في السينما والناس شافوه؟ ما كانش. معناتها خسرنا 10 ملايين دولار راحت في كيل الزيت. راح 14 فيلم و50 شريط وثائقي عطاوهم الدراهم، صرفوهم لحد الان ما شفناهمش. الدراهم خرجوا من ميزانيه وزاره الثقافه. وزاره الثقافه مولت 10 افلام سينمائيه و50 شريط وثائقي تم صرف الاموال وتمويلهم. وعندي قائمه الافلام وقائمه الاشرطه وعندي المخرجين والمنتجين، عندي كلش. لكن هذا راحوا كلاوهم الدراهم وراحوا تحت الطاوله. والان نفس المخرجين والمنتجين راهم راحوا قدموا مشاريع لوزاره الثقافه وراها تدرس القضيه تاعهم، راح يعطوهم افلام. من المفروض حاسبني في اللي فات، هي الفيلم اللي عطيتك عليه 20 مليار وراه واش درت به؟ وراه اعطيني قسم الفيلم اللي عطيته لك قبل خذ وطالب. اعطيني الفيلم الاول اللي صرفت دراهم وراهم، جيب لي الفاكتور، جيب لي الفيلم، جيب لي الحساب، ومن بعد روح طالب بفيلم جديد. ما كانش فساد عظيم. هذا في قطاع الثقافه فقط. انا اعطيكم في ميزانيه تاع وزاره الثقافه، لاني سمعت اليوم او البارح وزيره الثقافه تقول بلي راح نديروا فيلم على المجاهد المغيلي. راح نديروا فيلم على المغيلي. اوكي. وراه الفيلم تاع الامير عبد القادر، احمد باي، فيلم تاع وسمو العربي بن مهيدي، وراهم قبل. ورونا قبل الافلام القدم وبعد كنزيدونا افلام جدد. والله عندكم ميزانيه حابين تصرفوها وخلاص. سيحاسبكم التاريخ ورانا مسجلين كلش. انا واحد من الناس ساخبر الله بكل شيء، ربي يخبروا كلش، لاني نعرف كي نتلاقى مع ربي صالح نقول له سيدي ربي ها واش كاين. لانه في الدنيا ما لقيت لمن نحكي. انا نحكي للشعب نفش في قلبي، لانه ما لقيتش لمن نحكي. ما لقيتش واحد مسؤول اللي نقول له يا ودي ها واش كاين فساد يتهضر معايا يقول لك واش دخلك. اذا راني مخبي كلش في صدري، نعطيه لربي سبحانه، تقابلوا يوم القيامه ونتحاسبوا عند ربي سبحانه. اوكي. اذا للاسف الشديد لم نحقق شيء، لا في المجال الثقافي ولا في المجال الرياضي ولا في المجال الاجتماعي ولا في المجال الاقتصادي ولا في المجال السياسي. واخطر من كل هذا في المجال السياسي الخارجي، السياسه الخارجيه رانا في النازعات غرقا. سندفع الثمن غالي 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 جدا جدا جدا. الجزائر اذا كنتم ماكمش عارفين نختم لكم بهذه الكلمه، الجزائر تتعرض لحصار سياسي، حصار اقتصادي، وحصار قانوني. زيارة المقررين تاع حقوق الإنسان والتقارير السوداء على حقوق الإنسان في الجزائر ليست وليدة الصدفة، ولن تمر مرور الكرام. ترقبوا في الأسابيع والأشهر القليلة القادمة، نعطيكم 6 أشهر إلى غاية شهر جوان، إذا لم يحدث 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 لهيه، إذا لم يحدث من نقص من النهاية إلى طرا في الجزائر ربي يلطف. لأنني أتوقع حصار معلن. الآن راهو فيه حصار غير معلن. سياسيا الجزائر الآن معزولة. يخرج لي أنا إيهاب تحناشي تاع الحياة يكذب يقول لك بلي الجزائر تعود إلى الساحة الدولية والإقليمية. وين راه يا دين الرب، وين راه يا دين السماء؟ فهمني. أعطيني وين رجعت الجزائر؟ رجعت في عرس خالتك، في عرس طاطا أختك، وين رجعت الجزائر؟ الجزائر كما شاركت في مؤتمر دولي، شاركت في مؤتمر إقليمي، قمة عربية، قمة إسلامية، وين شاركت؟ الجزائر نظمت ملتقى دولي شاركوا فيه رؤساء. يا ربي احنا عندنا من 2020 الآن جاونا 3 رؤساء وجاونا محشومين.
جانا اردوغان 2 مرات يدي الشكاره لانه مستفيد، يدي الشكاره. اعطوني احنا واش استفدنا من تركيا؟ استفدنا الشيفون. تركيا واش استفادت؟ ملايير تروح لتركيا. تميم تاع قطر محشوم، والله العظيم نروح ندور دار اصحابي وكذا باش ما يقولوش خليتونا وحدنا. كثر خيره. زيد من غير هالوز شكون اللي جانا؟